السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي قناة سايا شانيل، حلقة أخرى كتجمعني بكم على القناة، وأملي دائما أن ألقاكم في أحسن الأحوال. فيديو اليوم هو كذلك في إطار التحضيرات الرمضانية المسبقة. كنهضروا على صلصة من ضروريات المائدة الرمضانية اللي كتدخل في العديد من الأطباق. غنحضر معكم اليوم إن شاء الله صلصة الطماطم بطريقة جد صحية سهلة واقتصادية. نتمنى إن شاء الله تجربوها. ولا عجبكم الفيديو ما تنسونيش بحال ديما فضلا وليس أمرا من اشتراك تفعيل الجرس، خليو لي لايك وتعليق، وندوزو على بركه الله نشوفوا المقادير. كما كتشوفوا عندي جوج ديال حبات الفلفل الاحمر، جزره، حبه واحده من الفلفل الاخضر، نصف بصله ونقدروا نستعملوا بصله كامله، عندي حبه صغيره من البهربه او البنجر، وهنا عندي 6 حبات من الطماطم. نستعمل كميه قليله، نقدروا نضاعفوا. عندي كميه من الزعتر وورق الرند او لا ورق الغار او لا ورق موسى. هنا عندي 4 فصوص من الثوم كبيرة أو لا 5 صغار، عفوا أو لا 5 صغار. عندي شوية الماء باش غادي نمرق. هنا عندي علب بلاستيكية باش نحتفظ إن شاء الله بالصلصة ديالي. نقدروا نستعملوا هاد الكبار أو لا نستعملوا هذه الصغيرة للاستعمال الآني. إي فوالا، هادو هما المكونات إن شاء الله، وندوزو على بركة الله للطريقة. بسم الله. في الجميلة أو في طنجرة الضغط غادي نقطع الخضر ديالي كاملة. غادي نبدا ان شاء الله بالطماطم. كما كتشوفوا خليت ليها البذور وخليت ليها القشور. غادي نحيد فقط غير ديك النباته اللي كتكون الفوق، ما عرفتش شنو كيسميوها صراحه، المهم انا تنقولها النباته. اللي عرفت سميتها البنات صححها ليا في التعاليق، الله يجازيكم بخير، هاد المعلومه ما كنعرفهاش. دونك كما شفتوا البنات كنحتفظ بالقشره وبالبذور ديال الطماطم لان كذلك عندها فوائد كبيره، دونك ما نضيعوهاش. كنستمر حتى كنسالي، من بعد كناخذ الجزر حتى هو كنحاول نقطعو. البصل، الجزر البنات تقدروا تستغناو عليه الا بغيتوا صلصه تجيكم حمراء قاتمه، يعني بحال اللون ديال الطماطم المركزه. انا صراحه ما كنحيدوش، كنخليه لانني ماشي مهم عندي اللون بكثر ما مهم عندي القيمه الغذائيه او الفوائد اللي كاينه في الجزر. كنقطعو قطع صغيره كذلك لانه حتى هو كيشد ليا الطياب. العناصر كامله اللي عندي في ساع كطيب، بحال البصل، بحال الطماطم، الفلفل، الا الجزر والباربه او البنجر هما اللي شويه كيتعطلوا في الطياب، دونك غادي نقطعهم قطع صغيره باش يطيبوا كاملين في وقت واحد. كنقطع كذلك الفلفل الاحمر. البنات الفلفل الاحمر نضاعفوا الكميه، ما نخافوش، يعني انا هادشي اللي متوفر عندي. انا صراحه راه مازال عندي هاد الصلصه في الفريكو، غير بغيت نوريكم لان ديجا كنت وعدتكم فيديوهات سابقه ديال واحد الفيديو ديال لي بات بلا صوص بولونيز، وواحد فيديو ديال البيتزا كيش. كنت وعدتكم انني نحضر معكم هاد الصلصه، وقلت هذه هي الفرصه دابا ملي نقرب ان شاء الله رمضان يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه. قلت هذه هي الفرصه ان شاء الله فين نحضرها معكم، واخا مازال انا عندي كميه كثيره في المجمد. دونك داكشي علاش لاحظتوا انني استعملت كميه قليله. الباربه البنات او البنجر خصنا ضروري نستعملوا حبه صغيره، مالك شنو؟ صافي حبيبي، صافي حبيبه ديالي، سمحوا لي. دونك تنقطعوها قطع صغيره هكذا باش ما تشدش معنا الوقت في الطياب. كما قلت لكم كنديروا قطع وحده صغيره باش ما تعطيناش النسمه ديال الباربه في هاد لاصوص. مع ذلك كنا غنديروا كميه كبيره الخضر، ديك الساعه نقدروا نديروا بوحده كبيره. ضفت الثوم البنات، ضفت الزعتر وورق الرند. الان غادي نمرق غير شويه الماء حيت العناصر كامله غادي تطلق ليا الماء ان شاء الله. ما درتش الزيت وما درتش العطريه حتى طيب لي ان شاء الله لاصوص عاد باش غادي نديرهم. الان ان شاء الله غادي نديها الموقد. انا البنات كما شفتوا راه دخلها ما شاء الله الطياب، باقي غير شويه الماء، غادي نتسناها ان شاء الله غير تتنشف، تشرب شي شويه الماء ماشي بزاف، يخلي تقريبا واحد ربع كاس صغير نخليه فيها. شوفوا ما شاء الله اللون البنات كي كيجي. وما غاديش نضيف ليها الطماطم المصبره بتاتا. هاد الصلصه غادي تكون ان شاء الله صحيه 100%. دونك العناصر كامله البنات راه طابت كما قلت لكم، غنتسنى غير يشرب الماء شويه. من بعد غادي نضيف واحد القطعه ديال السكر، نسيت ما قلتهاش في المقادير، ضروري باش نحيد من هذيك الحموضه ديال الطماطم. انا ضفتها البنات. والان الصلصه ديالي ها هي بعد ما طابت نشف الماء او تشربات ليا الماء. هنا كنقلب على الوراق ديال الغار او لا سيدنا موسى.
تنقلب عليهم لان ما خصنيش نطحنهم. الان البنات من بعد غادي نضيف ان شاء الله التوابل والزيت، وما غاديش نردها مازال فوق النار، صافي غادي نطحنها ملي تبرد. الان بعد ما تخلصت من ورق الرند غادي نضيف ان شاء الله زيت الزيتون. عندي كاس صغير. شفتوا البنات كتجي صحيه. هنا عندي 2 معالق صغار الملح ما عامرينش، تيبقى حتى هو على حسب كميه الخضر. هنا عندي الفلفل الاحمر والكمون، وهنا عندي القزبر حبوب والبزار. دونك هادو هما التوابل اللي غنستعمل. الا لاحظتوا البنات ان مازال فيها الماء بزاف تقدروا ترجعوها مازال تشرب من بعد ما درتو العطريه. انا راه بالنسبه لي هذا هو القدر الكافي، يعني ما غاديش نزيدها مازال طياب. طابت ونشفات من الماء، غادي نخليها ان شاء الله غير تتبرد ونديها نطحنها صافي وتكون ان شاء الله واجده. ها هي مازال ماشي ورقه موسى هذيك ديال الفلفله. واخا حبيبي انا نخرجو دابا. ماما ياكي ما تبقايش هاداتي بقاك تخرجي ولادك شويه. واخا ولدي واخا اسكت وخليني حبيبي. عافاك ماما. الان البنات بعد ما خلطت التوابل كامله غادي نخليها ان شاء الله غير تتبرد ومن بعد غادي نطحنها. اسكت واش تنحيلي الان بعد ما بردات غادي ان شاء الله نديرها في كاس ديال الخلاط باش نطحنها. باباك جايب شيء ما طلع لي من الشرجم. استعملت هذا البنات ديال المجمد باش غادي نحتفظ به على شكل طماطم مصبره هكذا للعدس اولا اللوبيا، يعني كتعطي واحد اللون زوين صراحه وكما قلت لكم طبيعيه 100%. الان البنات الخضر ها هي وضعتها في كاس الخلاط، غادي نخلطها ان شاء الله ومن بعد ان شاء الله نديرها في العلب البلاستيكيه ونديها المجمد. دونك خاصها تكون بردات مزيان البنات باش ما تخربش لينا الخلاط اولا الكاس، خصوصا الا كان ديال الزاج. حتى ديال البلاستيك تيقدر يتاندوماجا. دونك البنات لاحظتوا راها ديجا ملي كتبقى تحركيها بالمعلقه راه كتكون طحنات، يعني ما غاديش تاخذ وقت كتير. نتمنى البنات تجربوها لان صراحه كتجي غزاله هاد لاصوص في البيتزا، وكتجي حتى في الطاجين ديال الحوت لي بات سباغيتي، وكتجي بنينه ومنسمه كما شفتوا معايا. صحيه بزاف، يعني غنيه بالخضر. ومن الاحسن ما تضيفوش معها الطماطم المصبره. الا بغيتوا كما قلت لكم اللون الاحمر القاتم ما تضيفوش الجزر اولا نص قطعه صغيره، نص جزره صغيره. شوفوا معايا البنات القوام ديالها كي كتجي ما شاء الله عاقده. دونك فوالا البنات بعد ما غادا تطحن ان شاء الله كما قلت لكم غنديرها في العلب. شوفوا ما شاء الله كي كتجي البنات، كتجي بحال لاصوص ديال البيتزا اللي كتباع، غير هي ما تخليوهاش جاريه. منين تبغيو تطحنوها الا جات جاريه ما كتجي صراحه زوينه. هذا هو القوام ديالها، كتكون شاده في راسها. وترقبوا ان شاء الله فيديوهات قادمه ان شاء الله على مجموعه من الاشياء اللي كتكون هكذا كنحضروها، يعني كنحتاجوها في الشهر الكريم وكنحضروها هكذا، يعني كتكون مسبقه التحضير وكنحتفظوا بها في المجمد. مثلا طريقه ديالي باش كنحتفظ بالفرomاج، طريقه ديال الثوم كيفاش كندير ليه باش كنحتفظ به اصلا كيفسد هو حيت ما كيتستعمل صراحه الثوم بزاف في رمضان، وكتكون عندنا بعض المرات كميه يعني كتفسد مع المده ما كيكونش استعمال كثير. دونك كنحضروا بواحد الطريقه وتنخليه تيبقى عندي حتى شهرين حتى 3 شهور، وكنستعملوا بحال دابا مثلا المشويات لي ستيك، يعني بحال هاد الحوايج كنقدروا نديروا فيهم مشويات مثلا ديال الدجاج اولا ديال لانداند اولا. فوالا البنات كما شفتوا انا وضعتها في هاد العلبه ديال المجمد ديال الثلج. غادي نغطيها بالسلوفان ونحتفظ بهم بعد نحيدهم ونديرهم في علبه بلاستيكيه بوحديتهم
وكنستعملهم هكذا كما قلت لكم اللوبيا او العدس او يعني اي حاجه كتستدعي انني ندير فيها الطماطم المصبره. كيكونوا عندي هاد المكعبات واجده. انا البنات كنعمر في العلب البلاستيكيه، ما كنعمرهمش كاملين هكذا باش يكونوا استعمال واحد، يعني ماشي نبقى نجبدها من الفريغو وعاوتاني نرجعها وعاوتاني، سينو نديرو علب صغيره ونعمروهم ماشي مشكل. هادو البنات باش نستعملوهم مثلا سواء في البيتزا اولا في لي بات اولا في اي حاجه، يكفي اننا نجبدهم واحد نص ساعه قبل، وكتكون لاصوص جاهزه، يعني كتكون ما بقاتش مجمده. ونصحكم البنات تجربوا لاصوص بهذه الطريقه، ان لذيذه صراحه. اللي غيجربوا ولا يعرف زعما اللذه ديالها ما شاء الله، واحد اللذه في شكل. وديك الباربا ما كتجيش النسمه ديالها بتاتا فيها. كما شفتوا البنات انا درت معكم غير كميه قليله، يعني غير باش نوفي بالوعد ديالي، وقال لك وعد الحر دين عليه. دونك كنت وعدتكم ديجا فيديوهات سابقه انني نصاوبها معكم، والان لقيت هذه الفرصه مادام رمضان قريب وغادي نحتاجها نيت ان شاء الله بعد ما يساليو لي العلب اللي عندي في المجمد. دونك هذه فرصه هكا بعد مرات كتكون مطيشه رخيصه في السوق اولا الفلفله، نديروا بها هاد لاصوص ونحتفظوا بها، وكتنفعنا بزاف، يعني بزاف الاستعمالات. وفوالا البنات هذا هو الشكل النهائي. دابا الان غادي نشد هذوك العلب ديال المجمد اللي درت فيهم على شكل طماطم مصبره، غادي ندير لهم السلوفان باش ما يشموش ليا الريحه ديال المجمد. ومن بعد كما قلت لكم غادي نحيدهم من هاد العلبه ونديرهم في علبه واحده. كيكونوا تجمدوا كل وحده بوحده، كل مكعب بوحده، يعني ما كيتجمدوش ليا ملي كنعاود نجمدهم، ما زعما ما تلاصقوش. تسكى حبيبي ساجد، تسكى ماما. هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديالتنا اليوم. كتجي صراحه زوينه البنات. غادي ندخلها ان شاء الله المجمد، ومن بعد ان شاء الله غادي نخرجها من المجمد باش نوريكم الشكل النهائي ديالها. ها هما البنات هادو من بعد ما زولتهم من هذيك ديال الفريكو، ما عرفتش شنو سميتها. هذا هو الشكل ديالهم البنات. هاد القطعه كتكون كافيه هكا نحطوها في كيما قلت لكم مع العدس اولا اللوبيا